أنا بجد بدأت أتضايق من طباعك وطريقتك في الحياة. كل يوم أرجع من الشغل ألاقيكي لسه بتعملي في الأكل، وهدومك مبهدلة وريحتك طبيخ والبيت مش نظيف، واللي يشوف كده يقول إنك مضيعة وقتك على الاهتمام بابنك، وانت في الحقيقة مخليه الولد تقريبا عايش مع مامتك. طول الوقت مخليه عند مامتك، هي اللي ترعاه وهي ست كبيرة، وكل همك الفون والتلفزيون والخروجات والشوبينج. فين دورك كأم؟ أكتر كلمة كنت بسمعها من الناس عني إني متدلعة. أهلي عمرهم ما قالولي لأ، كل حاجة كنت بطلبها كانت بتجيلي لحد عندي. كبرت وأنا فاكرة إن الدنيا كلها هتمشي زي ما أنا عايزة، وإني عمري ما هحتاج أتحمل مسؤولية ولا أشيل هم حاجة. حتى لما اتجوزت دخلت بيت جوزي بدلع طفلة مش بعقل ست، وكنت فاكرة إن الراجل هيستحمل كل حاجة زي أهلي. تعالوا أحكي لكم قصتي. أنا سالي، عندي 29 سنة. ماما، أنا مش ناوية أكمل مع شريف. أنتي بتتكلمي بجد؟ ليه كده يا سالي؟ ده شريف ابن ناس ومحترم ومؤدب ومركزه كويس وفتح بيت من نفسه. وبعدين إيه اللي جد؟ ما أنتي كنتي موافقة عليه، كنت وقتها فرحانة بالخطوبة والشبكة والفستان. لكن دلوقتي كل حاجة بقت واضحة. أنا اتعودت أعيش في مستوى، وعايزة بعد جوازي مستواي يعلى أكتر وأكتر، مش يقل. مش هينفع اتجوز واحد كل حاجة عنده محسوبة. عايزة اعيش حياتي بجد. بس يا سالي، شريف مش فقير ومش مقصر، وكمان بيحبك، وانا مش عايزة الوسط. انا عايزة العالي، وانا استاهل ده. انا هستنى لحد لما يجيلي الغني اللي يشيلني على كفوف الراحة، وانتي لازم تساعديني عشان اوصل للي انا عايزاه وبأسرع وقت. يمكن عندك حق، انا طول عمري بحب اشوفك عايشة ملكة، ويمكن شريف فعلا مش هيقدر على ده. مفيش مانع تستني شوية لحد ما يجي اللي يستهلك ويريحك. هيجي يا ماما، هيجي بطريقتي أو بطريقتك. وفعلا بعد شهور بس ماما قدرت بطريقتها تجيب لي العريس المناسب. بصراحة يا ماما، انت عملتيها المرة دي. العريس ده لقطة بمعنى الكلمة. أنا عارفة بنتي بتحب ايه، مش هرضالك بواحد عادي كده وخلاص. ده ما شاء الله عليه، عربيته تشرف، ولا شقته وموقعها، واخلاقه كويسة كمان، وانت تستاهلي كل ده. انا فرحانة قوي بجد. ده انا اول ما قعدت معاه حسيت اني قاعدة مع فارس احلامي، وبيتكلم بكل ثقة عن السفر واللبس والهدايا. ده حتى قال لي انه شايف اني لازم اتدلع واعيش مرتاحة. ربنا يخليكي ليا يا ماما، لولاكي ما كنتش وصلت للعريس ده. واخيرا لقيت اللي يستاهلني.